المشاكل الزوجية ما بتخلص، في منها الكبير وفي منها الصغير، في منها اللي بيطول وياخد وقت، وفي منها اللي احنا بنقدر نسيطر عليه ونحله في وقتها. في مشكلة ممكن تكبر وتسوق وتلم حاجات كتيرة وتضايقنا كلنا، وفي مشكلة ممكن نتعامل معاها بعقل ونخلصها في ساعتها. بس بتعتمد على ايه؟ على عقلك وازاي انك تتعامل معاها. المشكلة لما بتسوق بينك وبين مراتك، انت بتحاول انه اي حد فيكم بيسيطر يحاول يوري التاني ان انا اللي اقدر، وانا. وهنا كلمة الذات هي اللي بتسيطر علينا كلنا مع بعض. خد بالك، الجواز مش انا ولا هي، الجواز احنا الاتنين مع بعض. تركت بيت والدك هي تركت بيت باباها وجت قعدتوا الاتنين في بيت واحد، فانتوا الاتنين بقيتوا جسد واحد. يعني اي حاجة تحصل بينكم انتوا الاتنين هي بقية واحد. انتوا اللي تتعاملوا معاها، وانتوا اللي هتحاولوا انك تخلصوها، وانتوا اللي تحاولوا في نفس الوقت برضه ان تسيطروا عليها. ما تدخلوش طرف ثالث في المشكلة، لان اللي يخش اذا ما كانش عنده الخبرة الكاملة انه يحل بيفرق. واعرف كده ان اللي داخل دون لو هو حد غير سوي او عنده الخبره الكامله انه يساعدك انك تتخطى المشكله، يبقى هيبوظ الدنيا عليكم. انت ومراتك لو حصلت مشكله بينكم مش عارفين تحلوها، استعينوا بحد اخصائي او حد يكون ذو خبره يتعامل مع المشاكل دي ويحاول يوصل لكم بر الامان. مش عيب انك تعترف انك غلطان، مش عيب انك تقول ان انا فعلا حقك عليا وانك تعتذر. الاعتذار في حد ذاته قوه. لو قلت انا اسف هتكبر في نظرها، وانت نفس القصه برضه. تنازلوا عشان الحياه الزوجيه تمشي، مش عشان الاولاد وعشان البيت وعشان لا. دي حياه. حياه لو انت قلت ان انا عايش عشان الاولاد بس، يبقى انت بتكذب على نفسك. وهي نفس القصه. لا، ده انا مكمله علشان ما تطلقش، عشان البيت، عشان العيال، عشان اكبر غلط. ما تجيبش سيره الطلاق في حاجه معينه وانت اصلا مش عارف تكمل. لازم تبقى من جواك مرتاح وعارف ان انت فعلا هتكمل في الحياه دي. صفوا النفوس، حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تعترفوا البعض بالخطأ، تعتذروا، تتقبلوا عيوب بعض. لانك لو ما تقبلتش عيوب الاخر عمرك ما هتقدر تكمل معاه. لو في اي حاجة كلمنا على الخاص وانا هرد عليك.